السلام عليكم يا كرام. مشكلتك مصاري وفلوس؟ بدك مصاري وفلوس، الزم الاستغفار. ليش الاستغفار بده اللزوم؟ لانه المال اللي بالاستغفار ياتي مداد. تعرف شو مداد؟ يعني كلما ذهب قسم ياتي قسم، ياتي قسم، هكذا ياتيك من كل مكان. استمراريه، زي اللي نازل على الشغل، اللي رايح على الشغل عنده كل شهر راتب. فهذا المال سياتيك من حيث لا تحتسب، لكنه مستمر اذا استمريت. اكثر واكثر واكثر بالاستغفار. وشوف الكريم شو بده يقول لك: الزم الاستغفار وسترى عجب. اللزوم يعني انا معي مسبحتي كل اليوم عمال استغفر استغفر، مش بالتحديد 30,000 او 20,000. المهم انك تحقق اللزوم. يعني احنا لما بنشوف واحد بدخن بنشوف السيجاره بكل احواله حاططها بتمه، كل احواله. بتشوفه بالسياره بتلاقي سيجاره بتمه، جالس بدخن، قاعد بدخن، واقف بدخن. ودي خلينا نشوف المسبحة بيدك ودائما مستغفر مستغفر مستغفر. اعتذر على التشبيه بس عشان ابين لك انك انت عشان تحقق اللزوم فهو في كل احوالك انت مستغفر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا تسأل كيف، فقط استغفر. والله الذي لا اله الا هو انه حق. فقد استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يمددكم مدد مدد مدد، فلوس. المدد تباعا، يعني كلما ذهب مال اتى مال اتى مال، هكذا. لكن انت مستغفر لانك توقف كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.